السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم إيه يا جماعة؟ النهاردة في حلقة جديدة مع ساب سيرفيس تي في. النهاردة هنتكلم عن لغة الكوتلين ولغة الجافا. يلا بينا. اولا كده نيجي للغة الكوتلين. الناس دلوقتي بتقول اللي مش متعلمة جافا ولا متعلمة كوتلين، انا هتعلم كوتلين ولا جافا؟ الاجابة زي ما هقول لك كده، هتعلم جافا بعدها هتعلم كوتلين. في ناس دلوقتي بتفكر ايه هي الكوتلين وايه هي الجافا. تعالى نرجع بقى. الجافا والكوتلين دلوقتي بقى لغات برمجة اندرويد، بحيث انك لو عايز تعمل اب للاندرويد هتضطر انك تستخدم لغة الجافا او الكوتلين. في الاول كان جافا بس، دلوقتي بقى جافا وكوتلين، ودي الميزة اللي ضافتها جوجل في جوجل اي او. الجافا دي كانت لغة مش مخصصة للاندرويد، تمام، واللي اضافتها جوجل وقالت ان هي دلوقتي اللغة الرسمية. معنى كده ان جافا ما مش هتشتغل؟ لا، جافا هتشتغل يا جماعة، بس كوتلين هتبقى لغة حديثة وهتكون ما فيها حاجات ميزات تانية اسرع، في حاجات ميزات كتيرة تانية. تمام، دلوقتي واحد عايز يتعلم ازاي يبرمج اندرويد، ما هيتعلم من الاول؟ هتروح تتعلم جافا وبعدها تتعلم كوتلين، وممكن كمان تحط بروجكت واحد او مشروع واحد يكون فيه كود جافا وكود كوتلين، بحيث يعني الموضوع سهل. تمام. هتقولي طب انا عايز اتعلم منين، كوتلين او اتعلم جافا؟ اوكي، هقولك. فاكر الفيديو بتاع البرمجة؟ حلو، شرحت فيه قناة. في قناة انا نسيتها الصراحة. القناة دي يعني انا دلوقتي بقولك اتعلم منها. القناة اسمها حسونة اكاديمي. القناة دي عاملة فيديوهات كتير اوي عن الجافا وبتعمل عن الكوتلين. تمام. والشخص ده انا عارفه ان هو يعني خبير بالبرمجة. اللي عايز يخش يتعلم من الصفر، هتعلم الجافا الاول بعدين يتعلم الكوتلين. خش اتعلم الجافا، بيعلمك من اول يعني ايه برنامج، وهيطلع بيك الصراحة يعني من احسن الشانلز. في حد سألني قبل كده انت ليه بتقول للشانلز التانية؟ لا بص، انا بقول للشانلز التانية عشان الافادة. انا ما بحبش اكتم يعني معلومة عن حد، ما اقولوش انا هعمل كورس وما اعملش كورس. اقول له اتفضل ده كده، واكون انا فدته، وانا يعني الدال على الخير كفاعله. تمام، انا دليته على الخير بس كده. تمام، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. سبسكرايب، لايك، شير. مع السلامة، كان معكم ادهم خالد من سب سيرفيس تي في.